ازيكم؟ الاهلي بيخسر النهارده 1-0 قدام سان داونز في جنوب افريقيا. في ماتش احنا اللي عملنا كده في نفسنا فيه، والبدايه كانت باينه من ساعه سيمبا التنزاني. الاهلي كان بيضيع فرص كتيره جدا قدام سيمبا التنزاني. النهارده الاهلي ما عملش اي حاجه. النهارده الاهلي مضغوط طول ال 90 دقيقه. سان داونز بيهاجم من طرف واحد، والاهلي نازل من الدقيقه الاولى خسران لاعب اللي هو صلاح محسن، اللي هو لا بيضغط ولا الكره اصلا بتجيله ولا الكره بتتعمل له عرضيه فيحطها هيد، ولا هو محطها ولا بيعمل اي حاجه. ولما نزل مكانه موديست عمل نفس القصة، فانت خسران نفس اللعيب طول الماتش. رضا سليم وبيرسي تاو اللي كانوا بيعملوا مجهود فردي تام عشان يحاولوا يوصلوا للجون، وطبعا ده لا جدوى منه قدام فرقة زي سان داونز. بقية الفرقة بتلعب دفاع بس وشكرا على كده. الغريبة هو نزول أكرم توفيق في ماتش زي ده وانت خسران بره أرضك عشان تديله الثقة، كده انت بتبهدله مش بترجعه. مارسيل كولر لازم يرجع حساباته تاني. شكرا.